بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم أحبائي مشاهدي ومستمعي قناة يلا ميديا. حلقة هامة عن 5 من أهم صفات المهدي المنتظر، وهحاول ألم في هذه الحلقة مختصر عنه. قبل الدخول في تفاصيل الحلقة أحبائي، الاشتراك في القناة وعمل لايك فضلا لا أمرا. المهدي المنتظر أحبائي هو علامة من علامات يوم القيامة التي يؤمن بها المسلمون، وهناك الكثير من المعلومات من القرآن والسنة عن المهدي المنتظر وعن وقت قيامه وعن العلامات المرتبطة بالفترة التي سيكون فيها. وفيما يلي سوف نتناول سويا هذا الأمر، بعض علامات الساعة المرتبطة بظهور المهدي المنتظر. أحبائي، ممكن القول أن هناك بعض الآراء التي ربطت بعض علامات القيامة والوقت الذي سوف يظهر فيه المهدي المنتظر، ولكن علينا أن نذكر أن هذه الآراء لم تكن متفقة في كل التفاصيل، حيث أن آراء العلماء اختلفت في هذا الأمر، وخصوصا فيما يتعلق بوقت ظهور المهدي. الاختلافات في وقت الظهور وفي العلامات وفي أمور كثيرة وفي بلد المهدي وفي عمره، الاختلافات كثيرة بين العلماء والباحثين، حيث أنه لا يوجد في السنة النبوية أي دليل على ترتيب علامات القيامة التي سوف يكون من بينها المهدي المنتظر. ولكن هناك مجموعة من آراء العلماء واتفق معهم الباحثين الذين اجتهدوا في هذا الأمر في استنباط مجموعة من العلامات الصغرى. والعلامات الصغرى هي العلامات الصغرى، عارفين ان علامات القيامة علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى هي التي تسبق ظهور المهدي المنتظر مباشرة. طيب تعالوا نعرف ايه هي العلامات الصغرى. 1. ظهور المسخ والخسف. 2. ظهور القذف. 3. التطاول في البنيان. 4. قبض العلم. 5. أن ينتشر الجهل. 6. ينتشر القتل ويكثر بين الناس. 7. استحلال الخمر. 8. زيادة الزنا. 9. انتشار الربا. 10. انتشار المعازف. 11. زيادة الكذب. 12. انتشار شهادة الزور. 13. زيادة المطر. 14. الزرع القليل. 15. ذهاب الصالحين. 16. انتشار الفتن. 17. هزيمة الأمة وقتال الروم. 17. ضياع الأمانة. أما بالنسبة لظهور المهدي المنتظر فهو يكون متبوعا بالعديد من علامات القيامة الكبرى، ومنها خروج المسيح الدجال وظهور المسيح ابن مريم عليه السلام. وقد اتضح ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالى صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. ولكن ما هي أهم صفات المهدي المنتظر بالإضافة إلى العلامات التي تسبق وتلي ظهور المهدي المنتظر؟ فإن هناك
مجموعة من الأحاديث النبوية التي ذكرت الكثير من الصفات والمميزات التي تميزه عن أي أحد. كذلك هناك مجموعة من الأعمال سوف يقوم بها، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على هذه الصفات. اسم المهدي المنتظر في الحديث النبوي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ومن الحديث الشريف نفهم أن اسم المهدي المنتظر سوف يكون مثل اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معظم التفسيرات ذهبت إلى هذا الأمر، وهناك تفسيرات تختلف على ذلك اختلاف كلي وجذري. كذلك على اسم والده نفس القصة، هناك من يتفق على أنها اسمه عبد الله، ولكن هناك الكثير يختلف على حديث المواطأة. أما لقب المهدي المنتظر، أهم لقب سوف يعرف به هو لقب المهدي، وهذا ما أطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبي الله في حديثه: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث. وهذا اللقب لا يشترك معه فيه أحد ولا أي شخص إلا الخلفاء الراشدين الأربعة، مثلما أخبرنا نبي الله في حديثه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. أما لقب المهدي المنتظر فسوف يكون دليلا على الهداية والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. أما كلمة المنتظر فهي كلمة أطلقها عليه العديد من العلماء على غرار كل من ابن حزم الأندلسي والإمام الذهبي وابن تيمية وابن القيم، وقد أطلقوها عليه حتى يصبح المهدي المنتظر، حيث أن كل الأمة تقوم بانتظاره في آخر الزمان. وعلينا هنا أن نذكر أن هناك العديد من الألقاب الأخرى التي أطلقها عليه كثير من العلماء، ومنها القائم، لأنه سوف يعمل على إقامة شرع الله. وقد قال الإمام ابن حجر الهيثمي في ذلك: جعل الله القائم بالخلافة الحق عند شدة الحاجة إليها من ولده ليملأ الأرض عدلا. نسب المهدي المنتظر: المهدي المنتظر سوف يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدد العلماء بأنه سوف يكون من نسل السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذلك في رواية الإمام علي بن أبي طالب، حيث قال: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة. كذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن المهدي سوف يكون من آل البيت، حيث قال: المهدي عترتي من ولد فاطمة. الصفات الخلقية للمهدي المنتظر: ذكر أيضا العديد من الصفات الشكلية للمهدي المنتظر، ومنها مثلا أنه أقنى الأنف، بمعنى أن له أنف صغيرة، أجل الجبهة، بمعنى أن له جبهة واسعة، كما أن شعره منحسر للوراء. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرح ذلك، حيث قال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. صلاح المهدي المنتظر: كذلك من العلامات التي تدل على المهدي المنتظر الصلاح، أي أن الله سبحانه وتعالى يصلحه في ليلة. وقد جاء ذلك في رواية الإمام علي، حيث قال: المهدي منا آل البيت يصلحه الله في ليلة. ومن الممكن أن يكون المقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى يعده في ليلة واحدة لكي يتولى الخلافة، حيث سوف يسخر له الأعوان الذين يقومون بنصره ويساعدوه على أن يوطدوا أركان حكمه. كذلك من الممكن
أن يكون قصد الصلاح أن الله سوف يهديه في ليلة ويصلح تقصيره ويتوب عليه. انتهت الحلقة أحبائي، أشكركم وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.